السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الكرام. اليوم دخلت لابليكاسيون ديال السيزم اللي كتهضر على الزلازل في العالم، كتعطينا معلومات. لقيت في الصباح عندنا زلزال كاين اللي هو ضرب المنطقة ديال الحوز اللي هو ب 4.6 في قرب أمزميز، اللي هي هاد المنطقة اللي كتشوفوا دابا. اللي هو كان على هو يحسوا به الناس يعني وغادي يقدر يدير لي ديغا في المباني اللي هي شويه يعني قديمه. وميم طون انا كندير الجوله، كنتفاجئ بان ليا كاين زلزال في الجزائر. تعجبت، قلت علاش هي البلاصه اللي كندير لها غادي نمشيو ونشوفو مجموعين. لقيتو هو على 3.5 على سلم ريشتر، هاد المنطقه اللي ضرب فيها. مع العلم ان مده هادي ما عمرني شفت زلازل من نهار يعني تقريبا شهر باش درت فيريفيكاسيون، ما ضرب حتى شي زلزال هاد المنطقه في الجزائر او الجزائر بصفه عامه كلها. اذا مشينا للبلاصه لقينا سميتها عين الرماني والعين الرمانه، كاينه قرب العاصمه في هذيك المنطقه اللي هي جبليه. والمعلومات كتقول بانها يمكن يحسوا بها الناس ولكن ما ديرش لي ديغا، والبروفوندور ديالها هو 0 كيلومتر، يعني سطحيه ولكن راه يحسوا بها الناس. كنتمنىو من الله السلامه والعافيه لكل شيء شمال افريقيا. كنتمنىو ان التنبؤات والتوقعات اللي كيقولوا الناس ما تكونش، او العلماء اللي ما تكونش. نتمنىو الله يحفظنا ويحفظ جميع الشعوب العربيه المسلمه من الكوارث. ومع العلم ان الزلازل راهي شيء طبيعي في الكون، وظاهره طبيعيه ضروريه بالنسبه لان باش تتكون الارض، او باش كتزحزح هاد القارات، او التكتونيه ديال الجبال الى غير ذلك. مع السلامه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى من الله السلامه والعافيه، ونخليكم تكملوا الفيديو.